نشرت الفنانة التونسية آمنة فاخر مقاطع فيديو على خاصية ستوري على حسابها الرسمي انستغرام للتحذير من علامة تجارية ماركة تونسية. وأكدت آمنة أنها سترفع قضية ضد الشركة التي تصنع منتوج شامبو خطير جدا وقد يؤدي إلى أمراض تهدد حياة الإنسان. وقالت أنها كانت تعاني منذ فترة من تساقط الشعر، فنصحتها صديقتها باستعمال منتوج تونسي شامبو فلم تتردد في ذلك، ولكنها تفاجأت فيما بعد بانعكاسات كارثية، حيث ظهر عليها طفح جلدي كبير بكامل جسدها إلى جانب حكة شديدة بفروة الرأس. وأضافت الفنانة التونسية: كل يوم نقول باش نموت من قوة الوجيعة وضيق النفس والطفح الجلدي، كما هددت بالكشف عن اسم الشركة قريبا.